الأركان ذهب مغربي في قلب الطبيعة. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البودكاست ديالنا. معكم إبراهيم، واليوم غادي نهضر على واحد الشجرة اللي هي ماشي بحال الشجر بطبيعة الحال. شجرة كتعيش في المغرب والشهرة ديالها داز الحدود. اليوم كنهضروا على شجرة الأركان اللي في اليوم اللي هو اليوم العالمي ديالها اللي هو 10 ماي. شجرة أركان كتلقاها في الجنوب المغربي في المناطق ديال سوس وقلمين وحتى نواحي مراكش. كتبقى شجرة معمرة كتقاوم الجفاف والتصحر، وكأنها كتقول للطبيعة أنا ماشي سهل نهز الراية البيضاء. ولكن ماشي غير قوتها البيئية اللي مميزة، بل حتى الدور اللي كدير في الحياة اليومية ديال الناس اللي عايشين حداها. زيت الأركان أو كما كيقولوا له الذهب السائل كيدخل في المطبخ المغربي في العناية بالبشرة والشعر وحتى في الطب التقليدي. هاد الزيت ماشي غير منتوج اقتصادي، ولكن كيبقى قصة ديال النساء القرويات اللي يخدموا التعاونيات وكيطحنوا النواة بالحجر وكيستخرجوا الزيت بنية وبصبر، وكل قرعة ديال الزيت فيها عرق وجهد وموروث ديال أجيال وأجيال. منظمة الأمم المتحدة قررت في 2021 باش تحتفل بهذه الشجرة كل عام، وهذا الشيء ماشي صدفة، لأن الأركان دخلت اللائحة التراث العالمي وكتعتبر رمز ديال الاستدامة والهوية المغربية. فنهارها العالمي خصنا نفتخروا بشجرة الأركان وندعموها ونحميو البيئة اللي كنعيشوا فيها، وبالأحرى اللي كتعيش فيها، ونساندوا الناس اللي عايشين منها. الأركان ماشي غير شجرة، ولكن كتبقى هوية، تاريخ، وأمل في مستقبل مستدام. كان معكم إبراهيم، نتلاقاو في حلقة جديدة إن شاء الله. وما تنساوش المغرب في كل التفاصيل ديالو كيعطينا دروس في الصبر، في الجمال وفي البقاء.